من فتره كده طلع علينا تصريح الا وهو يجب تشفير الدوري المصري بمقابل مادي، والحقيقه انا شايف ان ده اعظم تصريح اتقال على الدوري المصري، وانه مش اقل من الدوريات الاوروبيه. بس لما جيت ابص على الدوري الانجليزي لقيتهم بيقدموا كره حلوه وتيكا توك، وحتى الفرق بين البطل والوصيف نقطه او نقطتين بالكتير، وان غالبا الدوري بيتحسب في اخر جوله. الدوري الايطالي بيقدم كره منظمه واعتقاد انك تقفل ورا وتلعب على الهجمه المرتده. حتى الدوري السعودي بقى فيه نجوم عمرك ما صدقت انها تيجي شبه الجزيره العربيه. لما جيت ابص على الدوري المصري بقى لقيته بيقدم ضحك، يعني المفروض بعد كل جوله نسمع تن ترارارن تن تن. فلنفترض اننا شفرنا الدوري المصري وهيكون في ماتش بين الاهلي والزمالك، برشلونه وريال مدريد. فلو جيت بصيت على كواليتي التصوير بين الدوريين تشبه الواحد اكل بسبوسه قطايف ولطايف وبعدها اكل رنجه او فسيخ. فانا من مكان هذا بطالب بتشفير الدوري المصري، لان ده هيقلل بنسبه كبيره امراض السكر والضغط. واللي انا عايز اوصله